الأهداف الذكية السمارت جولز خارطتك للنجاح. كلنا جوانا أحلام كبيرة وطموحات كتير، مش كده؟ بس هل كفاية إننا نحلم ونجتهد وخلاص؟ الحلم لوحده مش بيكمل. الحلم بيتحول لحقيقة ملموسة لما يبقى هدف واضح. وهنا بالظبط بيجي دور مفهوم الأهداف الذكية السمارت جولز. دي مش مجرد نظريات بندرسها في الكتب، لا، دي خريطة طريق عملية واضحة جدا هتوصلك لكل اللي بتحلم بيه. وليه تحديد الأهداف مهم قوي؟ إنك تحدد أهدافك دي مش حاجة زيادة أو رفاهية، دي عملية أساسية بتدي لحياتك معنى واتجاه محدد. من غير أهداف ممكن نلاقي نفسنا تايهين وملناش وجهة، بنضيع طاقتنا في شغل مالوش قيمة أو بنقع فريسة للتسويف والأحباط. الهدف ده هو البوصلة اللي بتوجه قراراتنا اليومية، هو مصدر التحفيز اللي بيخلينا نكمل لما نقابل صعوبات. بس لازم نعرف إن مش كل الأهداف زي بعض. الهدف العام والغامض زي أنا عايز أبقى أحسن، ده كلام ملوش قوة تخليك تتغير بجد. وهنا بتظهر أهمية الأهداف الذكية السمارت جولز. كلمة سمارت SMART دي اختصار ل5 شروط أساسية لازم تكون موجودة في أي هدف عشان يبقى قوي بجد وينفع تحققه. 1. محدد، يعني هدفك لازم يكون واضح خالص ومفهوم. اسأل نفسك عايز تحقق إيه بالظبط وإيه الفايدة اللي هترجع لك من ده؟ مثلا بدل ما تقول هخس، قول هخس 5 كيلو في شهرين، كده الهدف بقى واضح ومحدد. 2. ينفع يتقاس measurable، لازم تعرف تقيس انت وصلت لفين في هدفك ده. حط أرقام، نسب، تواريخ واضحة. ليه ده مهم؟ عشان لما تشوف تقدمك هتتحمس أكتر وثقتك في نفسك هتزيد. 3. ينفع يتحقق achievable، هدفك لازم يكون واقعي ومنطقي بالنسبة لإمكانياتك، زي الوقت والفلوس والمهارات. يكون تحدي ليك بس مش مستحيل. ليه ده مهم؟ عشان الأهداف اللي مش واقعية بتجيب إحباط وتخليك تفقد الحماس. 4. ليه علاقة بيك وواقعي relevant، هدفك لازم يكون ليه معنى ليك ومتوافق مع أولوياتك وقيمك وأهدافك الكبيرة في حياتك. ليه ده مهم؟ لما هدفك يكون ليه علاقة بشغفك، التزامك بيه بيكون أكبر بكتير. 5. محدد بوقت time bounded، حط ميعاد نهائي واضح لازم تخلص فيه هدفك. ليه ده مهم؟ عشان الميعاد ده بيخليك تحس إن الموضوع جد وبيمنعك من التسويف والمماطلة. من غير وقت الأهداف بتفضل مجرد أمنيات. إزاي الأهداف الذكية بتغير حياتك؟ لما بتطبق مبادئ الأهداف الذكية سمارت جولز في حياتك، بتلاقي تأثيرات قوية وإيجابية على كل حاجة بتعملها. وضوح وتركيز، الأهداف الذكية بتديك رؤية واضحة للي انت عايزه بالظبط، وده بيقلل التشتت وبيخليك مركز أكتر على طريقك. حماس والتزام أكتر، لما هدفك بيكون متحدد وينفع تتابعه هتحس بالإنجاز مع كل خطوة، وده بيزود ثقتك بنفسك وبيخليك ملتزم بهدفك أكتر. توفير وقت ومجهود، الأهداف الواضحة بتخليك تحط خطة منظمة وتعرف إيه الموارد اللي محتاجها، وده بيخليك تستغل وقتك وطاقتك بكفاءة أعلى. قراراتك بتبقى أحسن، بيتهيألك إنك تاخد قراراتك اليومية بسهولة لأنك بتقيم كل قرار بناءً على إذا كان هيخدم هدفك ولا لأ. ثقة أكبر في نفسك، كل هدف سمارت بتحققه بيضيف لإنجازاتك وبيكبر إيمانك بقدراتك، وده بيدفعك إنك توصل لأهداف أكبر وأكبر. عقلك أقوى حاجة عندك، فاكر دايماً إن عقلك هو أقوى أداة في إيدك. لو سبت النظرة السلبية تمسكه وتسيطر عليه هتقلل من قدراتك وممكن تخسر متعة الحياة دي كلها. بس لما تاخد قرار واعي إنك تتحدى النظرة دي وتدرب عقلك إنه يدور على الأمل والإيجابية، هتفتح لنفسك أبواب جديدة من الفرص والسعادة وراحة البال، حاجات عمرك ما كنت تتخيلها. ابدأ النهاردة غير العدسة اللي بتبص بيها لحياتك، وهتشوف إزاي حياتك كلها هتتغير للأحسن. هل أنت مستعد للانطلاقة دي؟